مش قادرة تشيليه من دماغك؟ كل ما تهدي شوية كلامه بيرجع تاني تفتكريه. تعال أقولك باختصار ليه. أول سبب هنا إنك ما خدتيش إجابة واضحة لما انتهت العلاقة، لأن العقل بيكرر التفكير في الحاجات اللي مش مفهوم، وبتدور أسئلة في دماغك زي هو كان بيحبني ولا لأ؟ ليه بعد؟ طب أنا غلطت في إيه؟ والأسئلة المشابهة دي كلها، وعقلك بيدخلك في دايرة مش بتنتهي. كمان مخك بيحاول يكمل القصة اللي هي ما كملتش من الأساس. سبب كمان هو الروتين، لو كان الشخص ده جزء من يومك، كلامكم مع بعض، ضحككم مع بعض، حتى خناقاتكم، عقلك بيحاول يكمل الفراغ بنفس الصورة القديمة. حاجة كمان إنه كان جزء كبير جدا من روتينك اليومي. حاجة كمان وهو الارتباط العاطفي بيه، يعني كان ممكن أنت عندك مشاعر عاطفية قوية جدا تجاهه، إنما هو أقل منه في النقطة دي بالتحديد. فمخك بيحاول يحافظ على كل اللي كان ما بينكم حتى لو انتهى في الواقع. خدي بالك، التفكير الزايد عمره ما كان حب، ولكن ده احتياج. ما تنسوش بقى لايك ومشاركة علشان غيركم أو اللي محتاج الكلام ده، وكمان متابعة علشان اللي جاي إن شاء الله.